اخبار نادي الزمالك النهارده يا جماعه، ركزوا معايا شويه عشان النهارده معانا 10 اخبار. اول 5 اخبار فيهم مهمين قوي، اوعى حد يفوتهم. طيب، اول خبر معانا يا جماعه ان نادي الزمالك نزل بيان بيقول فيه ان كابتن معتمد جمال هيتولى المسؤوليه الفنيه كمدير فني لنادي الزمالك خلال الفتره الحاليه، ويعاونه ابراهيم صلاح. تمام. طبعا يا جماعه كابتن معتمد جمال مسك نادي الزمالك قبل كده وقدم فتره مش بطاله من حيث النتائج. اتمنى التوفيق ليه، اكيد كابتن معتمد جمال شخص محترم، بس احنا في ظروف صعبه، يعني هي دي المشكله الحقيقيه، فمش هنقدر نحكم عليه بشكل كبير، بس اكيد هيبقى فيه فنيات نقدر نحكم عليها. طيب ايه بقى الازمه في اللي انا بقوله ده؟ الازمه يا سيدي انه المفروض هيعاونوا ابراهيم صلاح. هل هنا انا ضد ابراهيم صلاح؟ خالص. بس يا جماعه اللي ما يعرفش، ابراهيم صلاح موقوف 8 مباريات، وهو اصلا في نادي الزمالك لو كابتن معتمد اصلا مسك فتره يبقى مش هتبقى اكتر من 8 مباريات، فهو مش هيكون موجود في ال8 مباريات. فانا مش فاهمه بجد احنا هنجيبه ازاي؟ طب هنستفيد ايه؟ ما هو موقوف 8 مباريات يا جماعه. انا مش فاهمه احنا ازاي بنعمل اخطاء ساذجه كده، ولا اكننا حقل تجارب. بجد انا مش فاهماهم. طيب، طبعا الكلام ده غير، يعني الكلام اللي اتقال انه في مدير فني اجنبي جاي نادي الزمالك، وخصوصا ان اتقال اسمه وهو ميكالي، طبعا كلنا عارفينه. تمام. طيب نتكلم بقى على موضوع ميكالي، وده تاني خبر معانا. تاني خبر يا جماعه بيقول لك ان كان ميكالي المفروض مرشح انه يجي نادي الزمالك، وفعلا اتعرض عليه من مجلس الاداره. تمام. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان احنا عرضنا عليه 30,000 دولار. تمام. في كلام طلع ان ميكالي اصلا رفض انه يجي عشان الازمه الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك ونقص اللعيبه. طيب من هنا بقول لك بقى انه ميكالي ما رفضش، بالعكس ميكالي رحب جدا، وقال لهم ان نادي الزمالك نادي كبير وعريق وانا ليا الشرف اني ادربه. تمام. الازمه بقى اللي حصلت فين؟ ازمه الفلوس. طب احنا عندنا ازمه ماليه كبيره في نادي الزمالك، وبناء عليه 30,000 دولار بالنسبه لميكالي مش هو الرقم يعني، فهو مزمزق شويه. تمام. عشان كده المفاوضات توقفت حتى الان. ده غير ان 30,000 دولار اصلا بالنسبه لنادي الزمالك رقم كبير. تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل يا جماعه ان معتمد جمال فتره مؤقته، ميكالي لو هيجي فهيجي بعد الفتره المؤقته دي، ده لو هيجي اصلا. تمام. بس الموضوع طبعا صعب قوي، لان ميكالي عارف الظروف كويس قوي بتاعت نادي الزمالك، فهيجي عارف بنسبه كبيره انه هيتعرض للفشل. تمام. فعشان كده هتبقى ريسك بالنسبه له. تمام. طيب ايه كمان؟ تالت خبر معانا يا جماعه انه نادي الزمالك انتوا عارفين انه عنده جهاز طبي، صح؟ طيب وجهاز طبي اجنبي. طلع علينا الاعلامي خالد الغندور بمعلومه كده يعني صدمتني. بيقول لك يا سيدي ان الطبيب ده بياخد 10,000 دولار. انت متخيل يعني ايه جهاز طبي بياخد 10,000 دولار؟ دي كارثه اصلا. المشكله ان هو جاي النادي بيعاني من ازمه ماليه. ماشي. فانا مش فاهمه الحقيقه جون ادوارد بيعمل ايه، جايب لنا طبيب صغير في السن، يعني ما عندوش كمان خبره بقى، بياخد 10,000 دولار. هما لو جبت دكتور بقى مخضرم هياخد كام؟ محدش فاهمني صح يا جماعه؟ في تهريج بيحصل. طب احنا مشينا محمد اسامه ليه؟ طب ما كان بياخد بالمصري وبيستنى على فلوسه. ولو هتقولي عشان الاصابات كانت بتطول، ما هي الاصابات بتطول دلوقتي برضو، يعني جهاد ما كناش بنشوف وشه، صح ولا ايه؟ شحاته برضو طول في الاصابه لما كان مصاب، دونجا نفس الحوار. فانا مش فاهم احنا مشينا محمد اسامه ليه. تمام. رابع خبر معانا يا جماعه انه نادي الزمالك او مصدر بنادي الزمالك قال انه نادي الزمالك مش هيمشي عواد في يناير، عواد مستمر حتى نهايه الموسم، وده خبر مفرحني انا جدا بصراحه. ايه كمان؟ نفس الموضوع، قال لك انه صبحي مش هتبيعه في يناير ومستمر مع نادي الزمالك. مش فاهمه ليه، بس تمام يعني هنعديها. في بقى خبر مزعلني، خامس خبر بيقول لك انه ناصر ماهر، المفروض يا جماعه ناصر ماهر هيتحبس، عليه قضيه بالحبس، ده حكم قضائي، ومنعوه من السفر. ليه؟ لانه خايفين انه يهرب. تمام.
يا جماعه المفروض ان هو تعدى على واحد بالضرب وخد عليه حكم محكمه. الحقيقه انا محتاجه حد يطلع يوضح الموضوع ده، عشان لو الموضوع ده بجد احنا في ازمه كبيره. في يا جماعه احنا كل شويه حد مننا هيتحبس ولا ايه؟ يعني هيبقى نادي المحبوسين بقى. طيب ايه كمان؟ نادي الزمالك المفروض احتمال كبير يمشي حسام عبد المجيد في يناير. تمام؟ ليه؟ لانه خايفين يحصل نفس الموضوع، انه يتكرر، ان زيزو يمشي ببلاش والحوار ده كله. بلس ان احنا عندنا ازمه ماليه كبيره، فعايزين فلوس. طب هنعوض الموضوع ده ازاي؟ المفروض ان نادي الزمالك كان اعار مصطفى الزناري، وبالتالي الزمالك بيفكر انه يقطع الاعاره دي في يناير ويرجعه تاني لنادي الزمالك عشان يسد الفجوه اللي هيسيبها حسام عبد المجيد. اكيد دي حاجه كويسه. تمام. عارفه مصطفى الزناري مش كواليتي، مش احسن حاجه دلوقتي في مستواه، بس هو كواليتي كويس مصطفى الزناري. انا نفسي بس يرجع لمستواه اللي احنا كنا جبناه بسببه. بجد يا جماعه مش فاهمه، ده عطل بالنسبه لي. مش فاهمه ليه بنجيب لعيبه مستواها عالي قوي تيجي عندنا تبقى قليله قوي. طيب ايه كمان؟ بنتايج لاعب نادي الزمالك شال كلمه نادي الزمالك من على انستجرام، فالناس يعني هاجت جدا واتعصبت قوي. مش فاهمه انتوا متعصبين ليه يا جماعه؟ ما ده شيء متوقع وبديهي، لان المفروض بنتايج قال انه فسخ عقده مع نادي الزمالك، صح ولا ايه؟ طيب وبالتالي كده المشكله خلاص خلصت مع بنتايج، ومفيش يعني حل هنقدر نحله. وبصراحه انا مش عايزه الموضوع ده يتحل اصلا. ليه؟ لان بكل بساطه يا جماعه انا خلاص مبقتش طايقه بنتايج. تمام. وعلى فكره ما حدش ينتظر ان احمد سليمان يحل المشكله، ان احمد سليمان اللي محرضه اصلا. اوكي؟ فخلاص هو الموضوع ده وقف عند كده خلاص. طيب ايه كمان؟ طبعا يا جماعه احنا عندنا ازمه ماليه كبيره في نادي الزمالك، وبناء عليه بدل ما مجلس الاداره يتحرك ويجيب حلول بقى جديه ان هو يحل الازمه، لا هو قرر او في واحد منهم قرر ان هو يتبرع لنادي الزمالك. طب هيتبرع كده ومش هياخدهم؟ لا هياخدهم برضو عادي. حسين السيد يا جماعه قرر انه يتبرع لنادي الزمالك بمبلغ 176,000 دولار على ان يستردهم بعد ما يبقى في سيوله ماليه في نادي الزمالك. طب ليه بقى هو اتبرع اصلا؟ عشان يحل مشكله الاجانب. طب ما هو هتقولي الاجانب خلاص بقى ما خلصت. هقولك لا يا باشا، بزيرة بعت انذار لنادي الزمالك عشان مستحقاته. بجد ده حقيقه وحصل. فغالبا الفلوس دي هتروح جزء منها كبير لبزيرة، بلس انه كمان عدي الدباغ عامل مشكله، وغالبا هتلاقي شيكوبانز عامل مشكله برضه. بجد يعني كل الاجانب مش طايقيننا اساسا ومش طايقين نفسهم. على فكره حتى المصريين يا جماعه في ازمه من المصريين ان احنا مش بنديهم فلوسهم بقالهم شهور. تمام. هما على فكره من اول الموسم يا جماعه ما خدوش يجي 10% من مستحقاتهم، عشان بس نكون على نور ماشي. فبجد في ازمه كبيره مع لعيبه نادي الزمالك المصريين ماشي. فلازم نحل المشكله دي كمان. انا مش فاهم بجد، يعني احنا نحل مشكله الاجانب ونسيب المصريين عادي؟ طب ممكن على المصريين يفسخوا عقدهم برضو عادي. بجد انا مش فاهماكم. فالمفروض يا جماعه المشكله دي تتحل قبل ما نبدا مباريات. تمام. جماعه كمان انا عايزه اقول حاجه، معلش يعني انا عارفه ان انا بتقل على مجلس الاداره، والله مش عارفه يعمل ايه ولا ايه، ما بيعملش حاجه خالص بصراحه. جماعه احنا عندنا المفروض الكد المفروض يتفتح، ولا انتوا ناسيين؟ تقريبا مش ناسيين صح؟ بس لو ناسيين تبقى كارثه يعني. احنا محتاجين لعيبه، نادي الزمالك محتاج لعيبه. حد سامعني من مجلس الاداره؟ طيب انا عايزه لعيبه. احنا محتاجين حوالي 6-7 لعيبه. تمام. اتمنى ان هم يفوقوا بقى من الغيبوبه اللي هم فيها دي ويفكوا القيد.